السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض السمك المكريل مشوي في الفرن بطريقة حلوة قوي 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 وجميلة جدا، ومش تعمل زفارة ولا دخان ولا مبهدل الدنيا خالص، وهيطلع معانا حلوة جدا والطريقة سهلة قوي ومش هنقف فيها كتير ولا هنتعب. ما تنسوش الاشتراك واللايك لو الفيديو عجبكم. هنشوف مع بعض اهو القلب مستوي والتتبيله حلوه قوي. تتبيله طعمها بجد يا جماعه تحفه، احلى من السمك نفسه الصراحه، حلوه قوي قوي قوي. نعمل بقى شويه جنب رز جنبه بالخلطه وشويه سلطه وسلطه طحينه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب السمك المكريل نغسله كويس قوي وننضفه ونحطه على جنب. هنضرب في الكبه فلفل رومي وطماطم، ومقطعين بصل وجزر مبشور. هنعمل بقى ايه، هنحط الطاسة على النار، هنحط فيها معلقتين 3 زيت كده، وهننزل بيهم بالجزر البصل. احنا مقطعين البصل شرايح رفيعة وبشرين، ده كان جزر مبشور عندي في الفريزر فطلعته. إيه، هنحطه مع البصل، هنقلبهم هما الاتنين مع بعض. انا مش عايزاه يتحرق او يدبل او ياخد لون، هو بس بمجرد ما يدبل وتبدأ ريحته تطلع كده هنحط عليه نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم. الخلطة دي انا بسويها على النار، لما بتكون مستوية على النار بتدي طعم احلى جدا للسمك. وهنحط عليها التوابل بتاعة السمك اللي هي كمون وكزبرة وفلفل اسود، بس ما بتحطش على السمك اي حاجة تاني، وطبعا ملح. ودي بقى نص معلقة قرفة كده مني انا، بتدي طعم حلو برضو قوي. القرفة تحفة جميلة في كل الاكلات الصراحة، حلوة جدا. ودي الطماطم والفلفل اللي احنا فرمناهم مع بعض في الكبة. بعد ما البصل دبل كده هو والجزر، هننزل عليهم بالطماطم والفلفل. هنديهم تقليبتين كده 3 على النار. انا بسوي الخلطة بره قبل ما احطها في السمك علشان خاطر تطلع طعمها يظهر، والروايح التوابل اللي فيها تظهر قبل ما تحط في السمك، وتبقى طعمها جميل ومستوية اكتر كمان. بس مش بسويها سوا كامل، انا بسويها ايه يعني نص سوا كده. ده عصير بقى ايه 4 5 ليمونات كده حلوين. هنحطهم جوه كده في قلب السمك. طبعا السمك ده كنت غسلاه ومنضفاه كويس جدا وحطاه في خل وليمون، ويعني محطوطين كده في صينيه على جنب، وبحط فيه تاني ليمون في الصينيه. انا بحب احط ليمون كتير في السمك، انا بحب طعم الليمون يبقى ظاهر فيه كده. بعد ما تبلناه بالليمون شويه، هنجيب بقى الخلطه اللي احنا عملناها دي وسيبناها تبرد شويه على جنب، او مش لازم تبرد عادي. هنحشي بيها القلب بتاع السمك او بطن السمك. هنحط كده كميه حلوه كده جوه بطن السمك. ان الخلطه دي ما بتستوي مع السمك كمان بتديله طعم حلو قوي قوي بجد، طعمها جميل. هنحطه كده، وهنحط بقى شويه من الخلطه دي على اللحم بتاع السمك من بره وتحت السمك، نحط جزء يعني من تحت ومن بره. والليمون اللي اتبقى من اللي احنا كنا عصرينه هنحطه على الوش بتاع السمك تاني. ممكن نضيف شويه خل كمان. بس لازم نحط ليمون كتير، انا بحب احط ليمون كتير قوي على السمك، بيديله طعم حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده بنغلف السمك كويس قوي بره وجوه بالخلطة اللي احنا عملناها دي. وممكن بقى نديله 10 دقايق على البوتاجاز الاول قبل ما ندخله الفرن. دقيقتين كده 5 دقايق بالظبط او 10 دقايق على البوتاجاز، يبدأ ينزل ميته. ندخله بقى الفرن على طول يكمل السوا بتاعه، او ممكن يدخل على طول على الفرن بس نسيبه وقت اكتر شوية. باقي التتبيله اللي اتبقت من السمك اللي احنا كنا متبلين بيها السمك، اللي هي البصل والفلفل والطماطم، هنشيلها مش هنرميها طبعا. هنحط هنا في الحله دي معلقه سمنه على زيت، ونحط فيها الرز اللي احنا غسلينه، ونديله تقليبه كده مع السمنه والزيت. ونحط الخلطه اللي احنا شلناها على جنب دي هنحطها على الرز، بتديله طعم حلو جدا ولون حلو قوي وجميله. طعمه حلو قوي يعني، نستفيد بيها بدل ما نركنها على جنب. وطبعا هنحط عليه المية ونوطي عليه اول ما يتشرب، ويبقى كده خلاص الرز بتاعنا استوى. اول ما يتشرب طبعا ونوطي عليه بعديها بشوية بنطفي يكون الرز بتاعنا استوى. ده السمك بقى اهو خلاص بعد ما طلعناه من الفرن، وبألف هنا والشفا.